السلام عليكم. آدم اسمي. هالمرة الفيديو اللي بدي أنزله بدي أنقد فيه الدراما السورية. الدراما السورية اللي ما بتمثلني كسوري وما بتمثل أي شخص تاني سوري عنده شرف. للفت النظر المخرجين لما عم ينتجوا المسلسلات تبعهم، الممثلين لما عم يمثلوا مشان يقبضوا حق الدور اللي عم يمثلوه، هدول مجرد شغيلة وبس، مجرد ناس عم تشتغل مشان تقبض، بس عم تشتغل على حسابنا نحن وعلى حساب سمعتنا. المرأة السورية ما بتخون جوزها، المرأة السورية ما بتصاحب على جوزها، المرأة السورية بتصون بيتها وبتصون عرضها، البنت السورية ما عندها عادي تجيب صاحبة على البيت، والشاب السوري صاحب أخلاق. كلياتنا بنعمل أغلاط وكلياتنا بنخبص، هذا شيء ما لنا معصومين عنه، ما حدا نبي، بس دائما في عينة بسيطة ممكن تساوي تخبيصات علنية وكبيرة، وفي مجتمع بحد ذاته فيه عادات وتقاليد محافظ عليها. المرأة السورية ما بتبوس ابن حماها وبتبوس جوز بنت عمتها وبتبوس هداك وقت بتشوفه. نحن عاداتنا بنص عليها حسب ديننا وحسب معتقداتنا انه في احترام وفي حدود، حتى بهيك شغلات دقيقة ممكن البعض ما يركز عليها ويسميها تخلف ورجعية. ايش عم تحكي انت؟ انت متخلف. ليش ما بصير تبوس ابن عمه؟ لانه ما بيحل الله، لانه ما بيجوز له، لانه ما بيجوز له. ما هو منطلق ديني، منطلق كمان شهوة، منطلق شهوة ما بيجوز له. عيب. شوهتوا سمعتنا، عم تأذونا إلنا وعم تأذوا سمعتنا. صار سوري وين ما راح ممسحة، وين ما راح صار ممسحة. المرأة السورية صار ينظر لها نظرة هيك دونية، دونية النظرة. ليش؟ لأنه عم يشوفوا شو عم يصير بالمسلسلات، عم يقولوا معناتها هي فئة الشعب السوري. نحن مالنا هيك، والشعب السوري عمره ما بيكون هيك. انتوا اللي هيك، انتوا قليلين الشرف وعديمين الشرف اللي بتمثلوا هيك ادوار مشان تقبضوا حقها. وبسام الملا، حاجتك بقى، حاجتك انت وباقي المخرجين تشوهوا سمعة السوري وتشوهوا سمعتنا وتطالعونا نحن بدون شرف. نحن مالنا هيك. نحن يا جماعة محافظين على شرفنا ومحافظين على عاداتنا ومحافظين على تقاليدنا وين ما رحنا في العالم. لو طلعنا برا سوريا الله كتب علينا هيك يصير فينا، حكمة من رب العالمين، نرجع ونقول 100 مرة. بس هذا ما بيعني انه كي يجي كل واحد ما بيسوى قرش يركب على ظهرنا، حتى لو كان سوري. سوري ترى من اصلك، نحن متبرئين منك. ما بدي ازيد في الحكي اكثر من هيك، القصد واضح. بس حاج بقى مسخره، حاج بقى تطالعوا انه نحن بدون شرف وبدون نخوه. نحن فينا ناموس ونخوه بنوزعه على الكل، بس على اللي يفهم، على اللي يفهم ويقدر. وبكل العالم سبحان الله في وسخ وفي منيح، بكل العالم وين ما رحت بأي دولة في العالم. والأخلاق عمرها ما ارتبطت بجنسية، الأخلاق عمرها ما ارتبطت بجنسيتك. بدك تحترمني احترمني لشخصي. اللي عم تشوفه على المسلسلات هذا مو السوري، الله وكيلك، هذا مو السوري. هذا إنسان تافه عم بيمثل دور مكتوب مشان يقبض حقه. هذا ما بيمثلني. وكل سوري فيه شرف ونخوة الدراما السورية ما بتمثله. نحن أكبر من هيك، واللي بيعرفنا بيعرف شو يعني سوري وقت كان يجي على عنا ونحطه على راسنا من فوق ونفتخر بضيفنا، بيعرف انه نحن مالنا هيك ونحن عنا شرف وعنا نخوة. ما راح اطول اكثر من هيك بالحكي، ان شاء الله تكون الرسالة وصلت. السلام عليكم.